اكتر سؤال بيكون موجود، ازاي نتعامل باحساس الجوع بالليل؟ اوكي، لازم نبقى عارفين حاجه بتحصل في جسمنا. اوكي، في نيورو ترانسميتر معين في جسمي اسمه نيوروبيبتايد واي. اوكي، من غير ما نخش في التفاصيل، النيورو ترانسميتر ده الكميه بتاعته او بيحصل له fluctuations، يعني هو عاده خلال اليوم بيطلع وينزل على حسب انا اكلت ولا لا، على حسب مفروض اكل ولا لا. ولكن لما الوقت بره بيبقى بالليل او الشمس ما بتبقاش موجوده، ده بيخليه ان هو يزيد. فجزء كبير قوي من احساس ان انا ببقى جعانه بالليل مش بس ان انا ما بكونش واكله كويس، ولكن دي حاجه فيزيولوجيه او حاجه بيولوجيه بتحصل في جسمي، فدي حاجه طبيعيه. ازاي اتعامل معاه؟ اوكي، اولا زي ما قلنا قبل كده، ما نسيبش نفسنا فتره طويله من غير اكل. يعني لو انا مثلا اتغديت الساعه 4، بسهر، انا شخص بيسهر، والساعه 12 دلوقتي، ما هو اكيد هبقى جعانه وجعانه قوي. فبدل ما ان انا احاول اكبت الجوع بتاعي، او بدل ما انا احاول اخش انام عشان تاني يوم عشان خلاص خلصت الاكل بتاعي، ولا خلاص مش عايزه اكل بالليل عشان فاكره لو انا اكلت بالليل هتخن، لا، اعمل ايه؟ اتاكد ان انا اكلت وجبه مشبعه، وجبه متكامله فيها كل العناصر الغذائيه اللي انا محتاجاها، خصوصا فيها عنصرين مهمين قوي: النشويات المعقده عشان اعرف انام كويس، والبروتين عشان تشبعني لفتره اطول. لانه ايه اللي هيحصل لما ما اكلش وانا جعانه قوي والجوع يزيد بالليل؟ هروح بقى الاقي كيس شيبسي اكله، بعد كده شوكولاتايه، بعد كده بسكوت اروح اخد منه، بعد كده افتح التلاجة. فبالتالي اللي هيحصل هو ان انا هاكل كميه اكل اكتر بكتير من اللي انا محتاجاها. بس لو انا اتاكدت ان انا وجبه العشاء فيها عناصر غذائيه انا محتاجاها، الايموشنال ايتنج ده هيقل قوي.